الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء. رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، فإني أعظكم وأنا كثير الإسراف على نفسي، غير مصلح لها ولا حامل لها على المكروه من طاعة ربها. وقد بلوت نفسي في السراء فلم أجد لها كبير شكر عند الرخاء، ولا كبير صبر في الضراء عند البلاء. ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل في الذي خلق له من طاعة ربه، لقل الواعظون السامعون الداعون إلى الله بالحث على طاعته. ولكن في اجتماع الإخوان واستماع الحديث بعضهم من بعض حياة للقلوب وتذكير من النسيان. رسالتي إلى إخوة الدعاة وطلبة العلم، أما العوام فلا كلام معهم. من يريد أن يستفيد من هذا الكلام الذي سأقوله أو يستمع إليه ورد بأدب فمرحبا به. أما من يدعي الفقه ويدعي الدين ويدعي العقيدة ويدعي الفهم ويدعي الإيمان الكبير ليست هذه ردود من تلك صفاته، إما ليحسن أدبه أو ينصرف غير مشكور. بارك الله فيك. أو سنصرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بالبلوك. هذا هو الذي يستحقه. بارك الله فيكم. رسالتي إلى إخوة الدعاة وطلبة العلم بخصوص الذي نراه من هذا المنتخب وما يفعله هذا المنتخب الوطني المغربي، ما يتعلق باللاعبين. اسمعوني جيدا بارك الله فيكم، اسمعوني جيدا بارك الله فيكم. ما يفعله اللاعبون الآن، اللاعبون الآن يتمسكون بتعاليم دينهم، يتمسكون بثقافتهم، يتمسكون بهويتهم، يتمسكون. أخي يوسف، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك أخي يوسف، قبل ما تهضر تتعبنا بهذا الكلام. واش هاد الناس اللي تيهضروا واش يسحب لهم؟ أنا جاي من المريخ، راه قبل عام ما بدا لا كأس العالم لا والو، هضرت على كرة القدم وفصلت الأمر فيها، وهاد الهضرة ديال القمار والهضرة ديال عياذ بالله وهاد الهضرة ديال الفهامة الخاوية كلها أنا فصلت هذا الأمر هذا، وقلت بأن كرة القدم الأصل في لعبها لم يختلف عليه قرد ولا معزة ولا حيوان ولا شجر ولا بشر ولا حجر في أصل لعبها، فضلا عن أن يختلف عليه البشر، فضلا أن يختلف عليه سادة البشر من طلبة العلم والدعاة والعلماء. لعبها فمشاهدتها حصل فيه تفصيل وبينت هذا الأمر، فلا داعي لأعيده وأكرر الكلام فيه وأنت لا تعرف هذا الأمر. بالمناسبة هذه الأمور كلها تكلمت عنها وفصلت فيها، وكل يوم عندي منشور أو منشوران نبين فيه هذا الأمر ونبين فيه وجهة نظرنا فيه، فترجع تتأكد تتثبت، بعد ذلك تأتي لتتكلم، تأتي تريد إعراضك أو ما تريد أن تقوله. عموما ليس هذا كلامي، ليست هذه قضيتي في هذا البث. لاعبين المنتخب الوطني يظهرون هويتهم، يظهرون انتماءهم، يظهرون برهم للوالدين. شحال المساخيط الوالدين الان رجعوا يبوسوا راسهم غير تقليدا لهذا المنتخب، واصلا المذهب العامي مذهب مفتي. تقليدا للمنتخب الوطني، تقليدا للاعبين، مشاو تيبوسوا ريوسهم. وشحال من واحد الحد وخرج من دين الاسلام تقليدا لبعض اللاعبين في كرة القدم. اذا كرة القدم اصبحت سيفا ذو حدين. الان الناس مخشيين فيها. الان حنا كنتكلموا كيفاش نخرجوهم فيها وهما فيها، نخرجوهم الى الافضل. الى خرجوا الافضل وقللوا من ديك المفاسد الى كيعتبرها مفسده، وقللوا من تلك المفاسد، فاحنا عندنا الافضل. لان يعني مهمة العالم والمتعلق العالم والمطلوب من العالم ما هو أن يقلل المفاسد ويكثر المصالح. فإذا اعتبرنا نحن كرة القدم مفاسد، فإن فيها المفاسد مراتب. فأنا أنظر إلى هذه الكرة وأنظر إلى تعلق الناس فيها. الآن الناس أصبحوا، أنا أتكلم عن المسلمين فقط، الآن
يرى اللاعب يقبل راس امه، يعتني بامه. شحال من سخط الوالدين بسبب كره القدم رجع الام ديالو وبات ليها راسها، ولا كيبوس راس امه، ولا تيهتم بالوالده ديالو بزاف، ولا تيعتبر بان البر بالوالدين هو سبب الفلاح والنجاح. وهذا فضل كبير. حنا شحال عانينا مع الشباب اليوم، يسب مو، يعايرها، يدي لها فلوسها، ما يهتمش بها، يجرجرها معاه في الحباسات، يجرجرها معاه في الليالي. اذا هذا الامر هذا تحقق. ايضا اعتزاز بالاسلام ان هذا اللاعب هذا راه ماشي تيماركي ويمشي يشطح، ماشي تيماركي ويوريك لك الوشام ديالو، هذا من تيماركي تيمشي يسجد، من تيربح تيقول لك هذا من فضل الله تبارك وتعالى. بدا تيتطور الامر، الى ماذا؟ الى ان اللاعبين اليوم زكريا بوخلال ومعاه الصبيري الله يرضي عليهم والله يبارك فيهم تيقولوا الناس دخلوا للدين الاسلام ديالنا، الاسلام ديالنا راه زوين. راه هذاك من تيقولها من المركز ديالو، تيقولها من المنصب ديالو، تيقولها من هذاك المقام اللي فيه هويا، راه تتسمع اكثر من يقولها انا ويقولها كاع احمد ديدات، كتسمع بشكل كبير لانه هو في مركز تاثير، اللي بغيت نقولوا لخوتي طلبه العلم باش ما نطولش عليهم، والدعاة والعلماء اللي منشغلين بالدعوه الى الله، هاد الوليدات راه بينوا على الانتماء ديالهم للهويه الوطنيه والهويه الدينيه والهويه الاسلاميه، بينوا الانتماء ديالهم والتعلق ديالهم بالدين ديالهم، بينوا الانتماء ديالهم والتعلق ديالهم بالعربيه، بينوا الانتماء ديالهم والتعلق ديالهم بالوالدين وبالتقاليد ديالنا. هاد الوليدات هادو فيهم كل محاسن الاخلاق ظهرت. الا ما شديناش بيديهم، وإلا ما شكرناهمش، وإلا ما درناش إشادة بما فعلوه في إطارها الشرعي من باب الوسائل الدعوية، راه كاينين المغنيين وكاينين السهرات وكاينين الحفلات اللي غادي تخرج دوك اللعابة للطريق. عقلوا عليها، أنا قلتها، راه كنت كنتكلم على السجود وعلى أنه مطلوب الآن من اللاعبين في ظل حمل شارة الألوان، وتكلمت عن هذا وخرج لي من يعترض علي ويقول هذه سفاهة وهذه تفاهة وادخال الأمر فيما ليس فيه، وانظر إلى فتاوى فلان وفتاوى علان. اليوم خرج بعض الأفاضل وتراجع إلى هذا الكلام الذي قلته اليوم، تراجع عنه وأصبح الأمر قال لك اتسع الخرق على الرقع واتسع الأمر، والأمر أصبحت له أبعاد، فرجعوا وتداركوا جزاهم الله خيرا. واليوم أنا أقول لكم من يعرف اللاعبين أو يقترب منهم أو عنده طريقة إليهم فليحاول أن يشكرهم ويخرج ويتكلم من منظور دعوي، يتكلم ويبين. لماذا؟ لأن هاد اللاعبين هادو اليوم هم التربية ديال المراكز الإسلامية، التربية ديال التدين الأوروبي أكثرهم. اليوم لما غيرجعوا وغتولي تصطدفهم بعض القنوات وكنعرفوهم اش يديروا وتنعرفوا الطرق ديالهم وتنعرفوا الإغراءات ديالهم، يولي الدري تا هو يجلس لينا غيخرج لينا على الشباب، وخصوصا الى شاف الجهه ديال طلبه العلم والجهه ديال الدعاة وجهه العلماء عطيهم الظهر. لا سيدي، لا سيدي، مزيان الاشاده، مزيان يكون للداعيه صوت في هذا الامر المختلط على الناس، مزيان يكون له صوت. خلي دابا ديك الهضره وخلي ديك الكلام وخلي داك، الان حاول ان تركز على الايجابيات ومرر كلامك اللي قلت لك خليه مرو في تحت، مرو ما فيها باس، سمع مني وانا اخوك صغير كاع سيدي. هذا تصور الان اللاعب جات لعندك، هذا لاعب ها هو جات لعندك وها هو تيدعي الاسلام وها هو تيصلي وها هو يتيقرا قران وها ما يقرا قران قبل الماتش، ويقرا قران من يبغيو يضربوا ضربات الجزاء ويمشيو يسجدوا سجده جماعيه ويبوسوا والديهم ويبوسوا ريوسهم. واحد كما دار الله يرضي عليه هذاك بونو لما جا قال لهم انا ما كنتكلم الا باللغه العربيه، وكان عندي مجموعه ديال اللغات كنتكلم بها، ولاني اخويا الله يجزيكم بخير انا كنتكلم بالعربيه، جيبوا لي المترجمين. الان هاد الشباب هادو عندهم رساله، عندهم هم تيبلغوه حريصين عليه. الله يرضي عليكم ما تفسدوهم شيء، ما تخلوش عليهم، حيت لا تخليتو عليهم كتسينهم السهرات الشعبي، سهرات الليل، السهره لكم وجمعتنا زينه وربعتنا زينه تيتسناوهم ويشطحوهم ويردحوهم باش هذوك الشباب ياخذوا القدوه منهم. ها انت خصك تلعب كره باش يعيطوا عليك التلفازات تشطح وتردح مع المغنيين والممثلين وتولي مشهور، وشحال من لاعب خرجوا عليه. الله يرضي عليك، انا تنقولها وانا تنعاودها، الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم يا معشر الدعاة يا سادتي العلماء، خرجوا نتوما ركبوا على هذا المجاهد وركبوا على هذا المجاهد، وهذا مطلوب منا لان سبيل الدعوه هو سبيل المجتمع، هذا سبيل الدعوه هي كل الطرق التي يمشي فيها كل بشر، هي مركز ومرتع للدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان الطير يعلق عليه،
كان الوحش يعلق عليه، يشوف حمار جالس عليه شي واحد يقول له لا تتخذوا الدواب كراسي، يشوف واحد جالس كيشير على الفراخ يقول له انتبه لا تزعجوا الطير في مكنونتها فإن الليل أمان الله، يا أبا عمير ما فعل النغير. وكانوا الصحابة من يلعبوا يشوفوا فرحانين يفرح معاهم ماشي ينكدا عليهم. كانوا يتبادحون بالبطيخ، من يبغوا يلعبوا واحد يشير على واحد بالبطيخ، بالبطيخ سيدي نعمة الله تيشيروا على بعضياتهم. وعائشة رضي الله عنها كانت هي تتلعب مع سودة بنت زمعة قدام النبي عليه الصلاة والسلام وتلطخوا بالماكلة. هذه كلها أشياء. وكان تتلمى قدام الحسن والحسين تيتصارعوا قدام وتيتفرجوا فيهم تيقولوا هيا يا حسن هيا يا حسن. إذا احنا الآن الله يرضي عليكم خصنا نلتفتوا لهاد اللاعبين. وانا كلامي الدعاة وطلبة العلم هما قايمين بالواجب ديالهم اللي هو في اوروبا، اللي هاد اللاعبين قرابين ليهم وكيصليو عندهم. الله يرضي عليكم رسائل التهنئة رسائل التبريك، ما تقولش لا راه هنئتو ولا باركت ليه غادي تحاب له تقرب ليه. لا سيدي، هو يحاط في ذاك المقام ديال رجل الدين ورجل العلم، قرب ليه وقول له الله يرضي عليك انت كتساند الوطن ديالك، انت كتعطي واحد القيمه كبيره للاعبين، عفوا الوطن ديالك، انت كتعطي واحد القيمه كبيره واحد التاثير كبير عندكم يا شباب المنتخب المغربي، كتعطيوها الشباب اللي طالع الان والشباب الصاعد والجيل الصاعد. فحاول الله يجزيك بخير تستمر على ما انت عليه، وحاول تنشر القران في سوره الكهف نهار الجمعه، وحاول مثلا تذكرهم مره بالصلاه ومره بالصيام. جزاك الله خيرا. ربطوا الشباب. الى ما ربطنا الى ما درناش، إلا ما داروش الدعاة والعلماء وطلبة العلم هذا الأمر هذا مع اللاعبين اللي هما أصلا مهيئين وجاهزين لهذا الأمر هذا، ومنهم من يحفظ شيئا من القرآن ومنهم يحفظ الكثير من كتاب الله ومنهم من يحافظ على صلاته، بل أكثرهم يحافظ على صلواتهم بما فيهم الإطار الوطني والمساعد ديالو جزاه الله خيرا. إلا ما درناش هادشي هذا الناس هادو راه متعرضين للفتن الآن سيفتنون. نفترضهم أنهم الناس على هدى من الله كاملين، الآن سيفتنون بهذه الاحتفالات وان شاء الله تبارك وتعالى، لانهم الان كلشي فرحان بهم. ربحوا فرنسا ولا ما ربحوهاش، جاو الثانيين جاو الثالثين داو الكاس، كلشي فرحان بهم. الان حنايا هذه الفرحه هذه مقسمه لاجزاء. سيدنا الله يجازيه بخير فرح بهم وغادي يدير الواجب وهو صاحب الواجب والخيمه الكبيره وغيستقبلهم وكذا، ولكن ما بعد ذلك هناك منابر اعلاميه، هناك اتجاهات، هناك جمعيات، هناك مؤسسات، هناك لوبيات، وانت يا الداعيه جلس مقابلني انا وهذاك يجلس مقابل هذاك. وعلاش نتوما فرحتوا؟ وهذا شيخ الكره وهذا شيخ التنسه وهذا شيخ الراكيطه، وخلي ابو رغال تيتسارى بيناتنا وخليو الدعوه تهرب. هادو الان تيأثروا اذهب الى راس الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيقول وسلم معاه بلال وسلم معاه مجموعه من الصحابه وسلموا معاه وما كاين حتى شي باس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عينه على من؟ عينه كانت على من؟ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. علاش؟ لانهم كانوا الركائز ديال المدينه، كانوا الركائز ديال مكه، واذا سلم شي واحد فيهم غيجر معاه امه البشر. وهادشي علاش مثلا كان يراسل الملوك ويراسل الوجهاء ويراسل الاثرياء. علاش كان يراسل لهم؟ تيقول هذا الا سلم هذا غيسلم من موراه امه. فلذلك انا نراسل اللاعبين ديال المنتخب اذا لقيت لهم الطريق نقول لهم جزاكم الله خيرا ووفقكم الله واعانكم الله، لانهم هما لاعبين بيا ولا بلا بيا. علاش انا نخرج راسي ونبعد راسي ونخرج انا للاتساع ونعطي السيمتر ونخليهم هما هكاك بوحدهم؟ لا، نشد على يديهم ونقول لهم بارك الله فيكم واعانكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم غلب ركانه دابز معاه باش يبين له صحته، باش يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ويبين للصحابه والناس اللي كتشوف خصو يسلم اللي موراه تقاتلني على لا اله الا الله مرحبا، لعب معكم كره ماشي مشكل، ولكن نبين الهويه ديالي، ما تجيبوش لي المثليه ننظم لكم كاس العالم. لا، غادي نبين انايا غنفتتح بالقران الكريم. وهذا هو القياس المطلوب. فلذلك حنا شنو المطلوب منا؟ الله يجزيكم بخير. المطلوب منا هو يدا بيد ونبقاو مع هاد اللاعبين، لاننا اذا قد استطعنا هاد اللاعبين هادو يبقاو معنا ويبقاو في باب الدعوه ويبقاو في هذاك الباب ديال التاثير ويبقاو في باب رضا الوالدين وما يخرجوش ليها حتى هما وما يلبسوش هما عاوتاني الذين عاهدوا على بعض اللاعبين وتا هما يبينوا عيالاتهم عريانين والو ما لابسين والو. ماشي تنقولوا انا على التبرج، شي حاجه اخرى اكثر من التبرج ويدعموا لنا المثليه وكذا وكذا. لا، بغيناهم حنا يبقاو في ديك الصوره. باش يبقاو في ديك الصوره خصهم يبقاو الجانب الديني في المغرب واقف حتى هو حاضر وحتى هو يشيد بهذه الملحمه الكرويه. المغرب ترفعت الاسهم ديالو، وهناك كلام الان في الاقتصاد على ان المغرب العمله ديالو ترتفعات بسبب هذا الوجاهه اللي حصل بها المغرب في هذه اللعبه المباحه الان.
هذه هي الواقعيه الدعويه اللي بغينا نقلبوا عليها. بارك الله فيكم. انا كنتمنى من كاع اللي كيشاهدوني ويديروا البارطاج على اكثر نطاق وعلى اوسع نطاق، لان انا الصفحه ديالي اصلا معرضه للايقاف ومعرضه لانها تمشي في خطره، تحذف من الفيسبوك بكثره البلاغات المزيفه، وما قدرتش نوثق الصفحه ديالي. داكشي علاش اللايف ما طلعش بزاف د الناس، لانه ما قللوا الوصول للصفحه ديالي. فلذلك بارك الله فيكم الدعاة المؤثرين، انا كنقول اللي عندهم اعداد كثيره واللي عندهم الناس تتبعهم بشكل كبير. انا قلت لكم الصفحه ديالي ما بقاتش واصله لان الفيسبوك حدد منها. هاد الناس اللي خارج التاريخ ما كنهضروش معاهم الان وما كنتكلموش معاهم الان. حنا تنتكلموا مع منتخب، ما تنتكلموا مع هاد الشباب. الله يجزيكم بخير، بقاو قدوه للشباب، بقاو مرضيين للوالدين، بقاو نتوما تحافظوا على صلاتكم، بقاو حاولوا ان تظهروا انتماءكم الاسلامي. انا فرحت اليوم من شفت الفيديو ديال بوخلال هو تيتكلم هو والصابري وتيقول لهم يلا سلموا، يلا سلموا، الاسلام راه زوين غير اجيو. الله يجازيك بخير اخويا، الله يجازيك بخير، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك والله يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم راه زكى النجاشي الكافر. واش كاين شي حاجه اكثر من الكفر؟ كاين شي حاجه اكثر من الكفر؟ وقال فيه كلمات خلدها التاريخ قبل اسلامه: انه رجل لا يظلم عنده احد، واستعان به على الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يتيلعب عندك مع مخالفه، جالس معكسي مع راسك. والامه المغربيه والامه العربيه كلها اجتمعت وتوحدت على محبه المغربيه. هي كره، وعندنا حنا هي كره وسالا الماتش، ولكن هاد النشوه اللي باقا في قلوبنا ماشي على الدريبلاج وماشي على التدويزه وماشي على الكره، هو هاد الاسم العرب وهاد العقده التي دابت الحمد لله من خلال هذا التلاحم اللي شفناه بين العرب. مش هذه ما شفنا هادشي هذا الان القضيه الفلسطينيه. واش باقي كتوحدنا الدماء اللي كنشوفوها؟ واش استطاعت الدماء الارواح اللي كطيح الان في مجموعه من البلدان العربيه ظلما وعدوانا باقي كتوحد العرب؟ هذا التوحيد هذا كلشي ولا تيتفلسف. ولكن جات هذه الكره وحدتهم، الان ترجعهم الى قضاياهم باذن الله تبارك وتعالى. ولما لا؟ لما لا؟ راه كنت تشوف نتايا، وانا هذا الكلام هذا قلته البارح، الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. انا قلته البارح وقلته قبل، باقي ما تيتكلم حتى شي واحد، وباقي حتى شي واحد ما تيهضر. هضرت على الفرحه، باقي حتى حد ما هضر. ما كاينش اشكال، الانوار تتزاحم، ولكن هذه الهضره قلتها ماشي تحابلش الناس. انا عاد قلت الهضره قلتها قبل ما يقولها حتى شي واحد. قلت لهم السجود مطلوب الان، اظهار الاسلام مطلوب الان. درت انايا حلقه مع الاستاذ كمال عصامي وراه تكلمت فيها على هذا الشيء كامل قبل ما يتكلم حتى شي داعيه في المغرب على هذا الامر هذا قطعا. وقلت بارك الله فيكم الفرحه مطلوبه، وما تفعله قطر اليوم هو اقوى ضربه للوبيات والماسونيات، ماشي غير ماسونيه وحده، الماسونيات في العالم اجمع. واش تعرف شحال تصرف على الحمله ديال الشذوذ الجنسي في العالم؟ تصرفت على مليارات. واش تعرف شحال تصرف على عقده التنصير، عقده التغريب، عقده الالحاد؟ هذه كلهم تصرفوا الان تشويه الاسلام، كلها تصرفات. اليوم هذا النصر الذي اراده رب العالمين سبحانه وتعالى الرمزي لهذا المنتخب المغربي العربي المسلم الامازيغي ايضا. لماذا اراد الله عز وجل هذا؟ وفي ارض عربيه مسلمه لماذا اراد الله تبارك وتعالى هذا؟ تم تحطيم به مجموعه من المخططات التي تكلمت عنها، وهي المخططات الماسونيه وغيرها. الان مليارات صرفات غير من اجل حمله الشذوذ الجنسي، وتعطات المليارات للاعبين، ملايين الدولارات تعطات في دوريات كبرى، وتجي نتايا في اكبر تظاهره وتمنع الشذوذ الجنسي. والله ما يقدر يديروها الا ان يشاء الله. والله تصعيبه بزاف، والله تصعيبه، وماشي غير بالهضره وبالكلام والهضره الخاويه. هذه لو لم يكن لقطر الا هذه لكفاها ذلك. اذا كره القدم ما بقاتش مجرد لعبه، هي لعبه ايديولوجيه دخلت فيها مجموعه الامور ومجموعه اللاعبين ابرزوا احترامهم وابرزوا تقديرهم وابرزوا اعتزازهم وابرزوا اشادتهم. بل هناك من اكبر اغنياء هذه الكره الارضيه ولا غني الا الله تبارك وتعالى ممن اوتوا مالا واوتوا سمعه عند الناس، تخرجوا وتكلموا عن المغرب وتكلموا عن تنظيم قطر وتكلموا عن العرب وتكلموا عن المسلمين، وقالوا غيرنا نظرتنا لهؤلاء الناس اللطفاء، الناس الرحماء، الناس البشوشين، الناس اصحاب الوعي والتسامح. ما كنا نعلم ان العرب بمثل هذه العقليه. وتجيو نتوما الان تبداو تتكلموا. لا الله يجزيك بخير،
نحاولوا. بارك الله فيكم يا شباب، يا شباب، هذه فرصتنا. اللي كيعرف شي لاعب في المنتخب، اللي كيعرف شي اطار في المنتخب او كذا، يحاول يوصل له كلام المشايخ ويحاول يوصل له اشاده ديالهم ويحاول يوصل له فرحنا بهم. انا قلت لكم الصفحه ديالي كانت فيها نص مليون متابع، ولكن الفيسبوك حاضرني. حاولوا ديروا اللايك وتنشروا وديروا البارطاج على الاقل باش يكثر التفاعل ويرجعوا لي الصفحه كيف ما كانت. وانا لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن انا بغيت الكلمه ديالي توصل. مجموعه الشباب الان كيتحرك، مجموعه من الشباب الدعوي الان كيتحرك، الله يجازيه بخير بالتعليقات. انا عجبني اليوم وكنتمنى من بزاف الشباب يعملوا هذا العمل. احد الاخوه يعني حاول ان يعلق على موضوع شديره، مزيان الله يجازيه بخير. موضوع شديره علق عليه وقال شديره ما خصناش نسخروا منه، ما خصناش كذا وما خصناش كذا، وتا هو تيبقى لاعب عربي مسلم وخونا، وحنايا الا ربحوا جزاهم الله خير، الا خسروا ما كاينش شي مشكل، وحنا ما غنبقاوش نفهموا كره بديك الطريقه اللي كيفهموها الغرب. الا ما ماركتيش انت خايب، ماركتي انت زوين، لا وانت زوين بجميع الاحوال. يعني عجبني وعلق في صفحه كبيره اللي هو الاخ الاستاذ الياس الخريصي المعروف بالشيخ صار، وكذلك الشيخ حسن الكتاني اليوم نشر منشورا جزاه الله خيرا، وكذلك الشيخ نور الدين درواش نشر منشورا عن الكره والاشاده، شيخنا الشيخ العلامه محمد ابياط كذلك نشر منشورا وتكلم عن هذا الامر. نعم، وهذه الامور كلها تكلمت عنها ووضحتها وبينتها، لكن الحمد لله منها مزيان تكاتف هذا الجهود هذا، وهذا الذي نريده من دعاتنا وطلبه العلم والساده العلماء. تكاتفوا ووضحوا، ما تخرجش انت ترد تقول لا وهذا كذا كذا. انا كنطالب من رؤوس الدعوه الان المشهورين والمعروفين على المعروفين على الصعيد المغربي والصعيد العالمي، عندنا من المغاربه يخرجوا ويتكلموا على هذا الامر هذا، لان هذا الامر هذا خص اللاعبين يسمعوا هذا الشيء من عند اهل الدين. اللاعبين تا هما راه كيميزوا، تيقولوا راه الناس هذا الشيء دبينا وكذا وكذا، ولكن هما عارفين غير الكره. واحد النهار غتفش معاه ما يبقى يعقل عليك حتى واحد، لكن انت ربطتيه في هذا المنصب اللي هو فيه، وفي هذا الوقت اللي هو فيه، وفي هذا الشهره اللي هو فيها، وفي هذه الضجه الاعلاميه، ربطتيه اللعب ديالو والعمل ديالو بالاخره وبالدعوه الى الله تبارك وتعالى. غيحس براسو بانه خصو يعطي وخصو يزيد، ويحس بواحد القوه روحيه، واحد القوه دينيه، واحد القوه اسلاميه. حيت كاينين المعلمانيين كيتسناوهم يجيو ويقولوا لهم لا تسجدوا، وكاين العلمانيين تيتسناوهم يجيو ولاش دي مراتك، لاش دي امك بوحدها، فين هي مراتك، فين هما حقوق المراه، كان امه معزه ماشي مراه. وكاين اللي كيتسناوهم يجيو ويقولوا له الله يرضي عليك ما ديرش ايديولوجيه في كره القدم. انت مين تقول له ما ديرش ايديولوجيه في كره القدم وانت شنو كتمارس عليه دابا في هذه النصيحه؟ ما كتمارسش عليه الايديولوجيه. فالله يرضي عليكم، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. الساده العلماء، الساده طلبه العلم، الساده الدعاة، خلينا من الصراعات الجانبيه، خرجوا دابا تكلموا واشيدوا الناس اللي عندها جماهير من المتابعين كتابعهم. خرجوا تكلموا. مشايخ الان في مصر، محمود المصري، مشايخ الان في البحرين، الشيخ الدكتور الحسيني، مشايخ الان قراء، توفيق الصائغ، مجموعه من القراء الان ومجموعه من المشايخ والعلماء يشيدون بما فعله هؤلاء الشباب بارك الله فيهم. فلذلك ايضا انتم لا تكونوا بمعزل عن الناس، عبد الله النهاري وغيرهم. فلذلك فلتكن حمله كبيره من الدعاة اليوم من اجل الاشاده بما فعله المنتخب الوطني المغربي، ووجهوهم للتي هي احسن، ووجهوهم للتي هي اقوم. انا يقدر يكون تيتابعوني 2 ولا 3 من اللاعبين المنتخب الوطني، انت يقدر يكون كيتابعوك 4، انت يقدر يكون تيتابعوك كل شيء. هذا هو وقتك، ما تستناش يسالي المنتخب وتقلب على الفرصه وهذا واخذكم ما خصكمش كذا وكذا. لا، خرج تكلم معاهم الان، ووجه لهم خطاب كيف ما دار الاستاذ ابيض، كيف ما دار الاستاذ النهاري، كيف ما داروا مجموعه من الشيوخ. وجهوا لهم التحيه، وجهوا لهم الكلام، وجهوا لهم الاشاده، وعطيهم واحد القيمه وسط الجماهير، القيمه الدينيه، حتى هو يبدا يقول راه الشيخ فلان زكاني، راه الشيخ فلان اشاد بعملي. ولذلك انا من هذا المنصب هذا ومن هذا المقام هذا، إذا سمعت الكلمه ديالي اقول لاخي زياش بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله عاقبتك في الأمور كلها. وأقول لأخي سفيان بوفال بارك الله فيك، لقد علمت الشباب المغربي بر بالوالدين، وهذه العلاقة الحمية بينك وبين أمك أسأل الله أن يبارك فيك ويبارك فيها ويطيل عمرها في رضاه. أقول لأخي أشرف حكيمي بارك الله فيك وأتم الله عز وجل عليك الفقه والإيمان والهداية، وأسأل الله أن يعينك على الاستقامة الكاملة بهذه الصورة المعبرة التي رسمتها لكل شباب المغاربة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
على هذه الصورة الجميلة بينك وبين والدتك، وهذا الامتنان الذي تظهره لكل شباب المغاربة حتى يرجعوا إلى آبائهم وأمهاتهم. أما أنت يا أخي زكريا بوخلال، وأشكرك جزيل الشكر أنت والصبير لأنكم تدعون إلى الإسلام وتقرؤون القرآن وتظهرون هذا. وأنت يا أخي بونو والله لقد نسفت مجهود كثير من الذين يحاربون اللغة العربية في بلدنا هذا بتلك الكلمة التي قلتها في ذلك التصريح. هكذا يجب أن نتكلم. أما أنت يا أخي الركراكي ويا مساعده بالحمدون على ما أعتقد جزاكم الله خيرا، وهذا الحرص في السجود بعد انتهاء المباراة وهذه الكلمات الجميلة أننا لم نفعل شيئا، التوكل على الله تبارك وتعالى حتى في المباح، وأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. وهذا الاعتزاز بالرجل المغربي، وكنت أقولها وقلتها مرارا وتكرارا، والله لن يصلح حال هذه الأمة المغربية إلا رجال من هذا المغرب لهم الحرقة على بلدهم. الركراكي كوايري جاتو الحرقة على المنتخب كيفاش مسالي وناضي يخدم في بلاده وصبر وما كان تيعرفوا حتى واحد، ومخشي مع الفروق ومع الفتح وهو مع الوداد وما كيعرفوش كاع المغاربه. راه امي وامك ما كتعرف حتى واحد تبعد ولا تيعرفوهم، لانهم دابا تيمثلوا الوطن وخدم خدم 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 ووصل جزاه الله خيرا لهذه المرتبه، وحق له ان يوصل لانه وصلته الخدمه ورضات الوالدين، اتخاذ بالاسباب ثم التوكل على الله عز وجل والتجرد منها امام الله تبارك وتعالى. لا حول لك ولا قوه، مع انك اتخذت بها ولكن لا حول لك ولا قوه. خلع الاسباب، خلع الارباب وقطع الاسباب. هكذا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. فهذه الرسالة التي قدمها الأخ الناخب وليد الركراكي هي رسالة لكل الوزراء، ورسالة لكل المسؤولين، ورسالة لكل العمال، ورسالة لكل المدراء، أنكم تستطيعون يا شباب المغرب، تستطيعون أيها المسؤولون، تستطيعون أيها المدراء، تستطيعون بفضل من الله تبارك وتعالى أن تنقلوا هذا المغرب من هذا الواقع الذي يعيشه إلى واقع أفضل. تستطيعون بالعزيمة، تستطيعون بالمثابرة، تستطيعون بالصدق، تستطيعون بالإيمان، تستطيعون باليقين، تستطيعون بالتوكل إلى الله تبارك وتعالى قلب هذا المغربي من هذا الواقع الذي يعيش فيه إلى الواقع الذي نحلم به ويحلم به صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى إن كانت هذه إرادتنا تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى سييسر أمرنا وسيحل عقدتنا وسيعيننا بإذنه سبحانه وتعالى على أن نكون في ركب الأمم المتقدمة. بماذا؟ بالتمسك بالدين وبالألفة وبالتراحم. هذا النموذج الذي صنعه الناخب وليد الركراكي ما هو إلا بداية لما نأمله في هذا المغرب، أننا نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك حتى لا أطيل عليكم وحتى لا أكثر عليكم، جزاكم الله خيرا. حاولوا أن تلتفتوا إلى هذه القضية، وإن لها لأثرا عظيما، لأن ما التفتناش لها كما قلت لكم. جايين الاحتفالات وجايين السهرات وجايين العقود مع الشركات وجايين العقود مع الحفلات وجايين العقود مع السهرات وجايين العقود مع الأغاني وجايين العقود مع المسلسلات الهابطة الماجنة بعضها. فلتكن لكم الله يرضى عليكم بصمة، فلتكن لكم بصمة مع هؤلاء اللاعبين، ونكون قد رمينا ما رمينا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمى. ومن سدد رميه ونقذف بالحق على الباطل فيزهقه فيدمغه فإذا هو زاهق. فعليكم بارك الله فيكم أن ترموا الرمية وتسددوا السهم، والله عز وجل عليه البلاغ، عليه البلاغ يبلغه لصاحبه. ولكن تخرج من فمك، ماشي تقلب على الموضوع اللي انت غادي يرفع عليك المشاهده وغيجيب لك المتابعين وغتربح من موراه في الاشهارات هو اللي تهضر فيه. اما الموضوع اللي غادي يعين المسلمين وغادي يساهم في هذا الامر هذا بشكل كبير ما غاديش ديرو. هنا هو محك الاخلاص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وامضوا على هذا الامر راشدين. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروا فيا فوز المستغفرين. إذا كانت شي أسئلة نجاوبوا عليها في حدود المستطاع. إلا ما كان شيء نتمنوا المنتخب الوطني يفوز أمام أمهم فرنسا. نتمنى من الأسد المغربي أن يطرد الديك الفرنسي. لها دلالات كبيرة، حتى أن رئيس الفرنسي سيحضر لنصف النهائي لدلالاته العميقة عند الشعب الفرنسي. المغرب يربحنا، المغربي كان تيجيو عندنا وتيسكنوا معنا وكنعطيوهم إقامات ونعطيوهم هذا كارت سيجور ونعطيوهم
جنسيه، هادو يربحونا، هادو وليداتنا، هادو دخلناهم من السمراء ويربحونا ويكثروا معنا الهضره. ما يمكنش هاي، ما يمكنش هاي، سي با بوسيبل، لي ماروكان اون فا غانيه، نو سي امبوسيبل. هما دابا كيشوفوها بهاد الطريقه هادي، انت كتشوفو غير يلعبوا شوفوها بهاد الطريقه. رئيس ديال دوله حاضر، هادي حاضر كاين تما. فنتمنى من الله تبارك وتعالى انهاء 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 هذه الهيمنه النفسيه للكره العالميه بيد هؤلاء الشباب المغاربه. تخيل صاحبي، وترى هذا الشيء راه هما تيقولوا ما كنفهموش. تخيل يوفقك الله تعادل مع كرواتيا اللي كانت الوصيف، وتضرب بلجيكا، وتضرب كندا، وتضرب سبليون، وتضرب البرتغال، وتضرب فرنسا اللي هي دات كاس العالم، وتطيح مع الارجنتين عاوتاني تضربها. صافي الشباب المغربي يبقى يشوف غير ابو زكريا بوخلاله، ويبقى يشوف غير حمد الله، يبقى يشوف غير النصيري اللي كيبغي باو تيبغي مو، غادي يبقى يشوف غير زياش، غيبقى يشوف غير الحكيمي، يبقى يشوف بوخلاله اللي كيقرا بهم القران وكذا. يقول اخويا اذا طريق النجاح في الحياه انا ما عنديش الكره، ولكن كنحب هاد اللاعبين هادو، وحق لك ان تحبهم، لان هناك من يحب ميسي وكريستيانو، وهذا حب غير مشروع، اما هذا حب مشروع ما كاين حتى شي مشكل. ويولي يحبهم، ويولي يقلدهم فاش يقلدهم في صلاتهم، يقلدهم في التزامهم بدينهم، يقلدهم في برهم بالوالدين. هادشي اللي بغينا اخويا، هادشي اللي بغينا. تكسر ديك العقده ديال كريستيانو وديال ميسي وديال البارسا وديال الريال وديال البرازيل وديال الارجنتين وديال الواعرين، هادو ما كاينش بحالهم. تكسر ديك العقد. انا بالنسبه لي اكبر فوز هي تكسر هاد العقد كامله، تكسر هاد العقد كامله، ويرجع المسلم تيتعتز بالمغربيه ديالو. انا المغربي راجل، والمغربي راجل، والمغربي راه ساريه، انت راه ما كتريبش. المغربي ساريه ما كتريبش. المغربي راه يحمق الامه كلها، يحمق العالم كله، وغير بالادب وغير بالعقل. المغربي راه اسطوره في الذكاء. انا كنت حاب يكون المغربي سهل. المغربي هو الشعب والكائن الوحيد في هذا الكوكب هذا اللي ما عندوش وعنده، اللي ما عندوش وما خصوش. هذا هو الكائن المغربي، ما عندوش وما خصوش والو. الخبز والماء والراس ديما في السماء. هذا هو الكائن المغربي. اجي يسحاب ليك، اجي يسحاب لك، وهذا وما عندوش. وإلا كان عنده، وإلا تشحات له الطريق، وإلا شاف شويه ديال الضوء، والهلا يوريك، والهلا يوريك. واجي نوريك، رجع للتاريخ وقراه بعيون اوروبيه عن هؤلاء المغاربه كيف كانوا. الصناديد غير بالجلابه، غير بالجلابه سيدي، والقبه سيدي. ما كاينش كيدير له وشام هنا وتيطلع له وشام هنا، ما كاينش تدير طنقه هنايا، كنت كدير غير وشام هنا وتدير وشام هنا. محيره امه. سيروا قراو على المغاربه، سيروا قراو على المغاربه. هاي سيروا قراو على المغاربه، سيروا قراو على المغاربه. تلقاها ما عندهاش، ولكن كرامتها هي الاولى، كرامتها هي الاولى. فهاد الشيء اللي بغينا نرجعوا الثقه. المغاربه يثيقوا في راسهم، ويثيقوا في بلادهم، ويثيقوا في المسؤولين ديالهم، ويديروا يد في يد معاهم باش نحققوا الرؤيه ديال التنميه ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. راه كما تكونوا يولى عليكم. هذه فرصه الحمد لله ان الشباب يرجع، لان الرهان على الشباب، والشباب متلفاه الكره. الشباب اليوم متلفاه الكره. ايوا نقولوا له صافي بقى تالف معاها، تسالي معاها، واش يدنا غير ما غيجيش عندك الشيء اللي يبقى تالف معاها، يجيك مسالي. وهادشي الا جاك، الا جاك الله يرضي عليكم. المباراة ديال نهار الاربعاء راه مباراة كبيرة، انا تنقولها وتنعاودها، وكنتمنى فوز المنتخب المغربي من خالص اعماقي. شي اللي كنت كنتفرج كنستغل هذيك المباريات كامله من اجل ان اخرج بعض الخيوط الدعويه لكي ارجع الناس بها الى الله تبارك وتعالى، والى التعلق بشيء من دين الاسلام. انا الان مركز على هذا اللقاء ديال فرنسا مع المغرب، واتمنى من خالص اعماقي ومن صميم قلبي ان يفوز المنتخب المغربي. وان كانت كره القدم ولكنها لها اثر كبير عند الشباب المغاربه، لها اثر كبير، لان الخساره ايضا لها اثر كبير. والحمد لله نحن لا نحزن على ما فاتنا، ولكن انا كنتمنى هذا الامر هذا يتحقق باذن الله تبارك وتعالى. وداك الشيء اللي بغى يجي ما كاين حتى شي مشكل، اللي بغى يجي ما كاين حتى شي مشكل. المهم حنا بغينا الفوز في هذه المقابله ان شاء الله تبارك وتعالى، ربي يوفقهم. لذلك اوصي اللاعبين بمزيد من التجرد وارجاع الامور الى الله تبارك وتعالى، واوصيهم بمزيد من التشبث، ومزيد من الدعاء، ومزيد من الرجاء، ومزيد من المحبه بينهم، ومزيد من الاخوه بينهم، ومزيد من الاعتماد على الله تبارك وتعالى. وصحوا النيه،
صحوا النية أنكم راه في هذا العمل هذا وفي هذه المقابلة هذه ستسعدون أكثر من نصف مليار نسمة. هادشي ما قلناش أكثر من 2 مليار البشر على وجه الكرة الأرضية من مسلم وعربي، نصف مليار عربي و2 مليار مسلم ستسعدوهم على وجه هذه البسيطة، وقد تؤثرون في 7 مليار كائن على وجه الكرة الأرضية عندما يسمع بأن المنتخب المغربي فاز على فرنسا. من هي هذه المغرب؟ بلد الإسلام. يبحث عن المغرب، هناك من سيدخل ويبحث في التاريخ من هو هذا المغرب، ويدخل ويرى الدولة المرابطية الموحدية المرينية السعدية الوطاسية، الله أكبر، الأدارسة العلويين. يا رب يا رب، من هذا؟ ما هذا؟ أين كان هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أين كان يخفيهم التاريخ؟ أين أخفاهم الإعلام؟ هؤلاء هم المغاربة حقا. وتبدأ الملحمة الكبرى في تسويق المغرب على ما كان عليه، وهكذا تعود الأمجاد وهكذا يعود التاريخ. نعود إلى تاريخنا كي ننطلق في واقعنا بنظرة فيها التسامح وفيها الإنجاز وفيها الاقتصاد وفيها العمل وفيها الصناعة. نسير إلى الأمام، نعتز بديننا ونجتمع مع العالم كله، ولكن لا ندوب فيه، بل هو يدوب في تقاليدنا. والحمد لله هذا حاصل. ديك شوية ديال السياح اللي كيجيو فرحانين الحمد لله، كيجيو ناشطين الحمد لله. علاش؟ كثر منهم بزاف منهم تاثر بالمغرب. وشوف سمعه المغاربه والتعامل الناس فيهم. كاين بعض الناس يتكلموا كلام، ولكن شوف الكفه كيفاش راجحه. لكن اليوم ستسعدون ستسعدون امما من البشر، وسترسمون صوره جيده عند وخلائق من البشر بفضل هذه المباراه. اسال الله ان يعينكم عليها، اسال الله ان يعينكم عليها، وانتم معانون باذن الله تبارك وتعالى. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، اسمعوا الشباب المنتخب المغربي، الله يرضى عليكم. الا كان شي ولد الناس كيتابعني قطع الشي وعنده كيفاش يوصل لهم، يصيفط لهم هذا الفيديو هذا وهذه الكلمه هذه. راه ماشي غير المنتخب الفرنسي اللي تقدروا تربحوا، هذيك الكاس تقدروا تهزوها. راه الكاس تقدروا تهزوها، اللي هي الحلم الغابر اللي هو مستعصي على جميع العرب والمسلمين منذ ان بدا، وله دلاله عند غيرنا من المسلمين من غير المسلمين. راه هذه الكاس تقدروا تهزوها بفضل الله تبارك وتعالى، وبفضل بر الوالدين. بر الوالدين. رجل دخل إلى غار وسقطت عليه حجرة سدت ذاك الغار، شنو نضر؟ ماذا فعل؟ سأل الله ببره بوالديه، قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا مع والدي لوجهك فاكشف عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة، صخرة حركها الله بسبب بر الوالدين. وانتم مرضيين الوالدين، والعالم تيقول لكم منتخب المرضيين ومنتخب الساجدين، جمعتوا بين طاعة الله وطاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعبدتم الله وأحسنتم إلى الوالدين فكيف لا يحسن الله لكم. أحسن الله إليكم وأحسن الله إلينا معكم وأحسن الله إلى جميع المسلمين، وأعانكم الله على إدخال هذه الفرحة وهذه البهجة وهذا السرور على المسلمين جميعا في بقاع الأرض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ومسددين ومعانين. ولا أنسى أن أقول إن هذا الذي تفعله الجامعة الملكية المغربية هو مثال لكل المؤسسات في وطننا الحبيب، لعلها تحتدي به وتثق في الفرد المغربي وتعطيه المفاتيح، ويكون العمل جهارا نهارا، وسترون النتائج المبهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله.